السلام عليكم. كنتمنى الفيديو اليوم ان شاء الله يلقاكم بخير وعلى خير ويلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم السيجار بالجبن. الحشوه كتجي رائعه، غنحضروا ان شاء الله بورقه الفيلو. نتمنى الوصفه اليوم اخواتي تجربوا تعجبكم. الى عجبتكم متنساونيش من اللايكات ديالكم، وبالنسبه اللي كيشاهدوا القناه اول مره وعجبهم المحتوى كنقول لكم مرحبا بكم بالاشتراك في القناه. ما نطولش عليكم، نخليكم مع الوصفه والمقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. بالنسبه للحشوه خديت هنايا شرائح ديك الرومي المدخن منكه بالفلفل الاسود بالابزار كما كتشاهدوا. وبالنسبه للجبن خديت هذا الجبن، هذا النوع ديال اللي كيكون في السطيله كما كتشاهدوا اخواتي. فكيطيح هذا اقتصادي، فكيلو ديال الجبن كناخذوه ب50 درهم، اولا تاخذوا الجبن جبلي على حسب النوعيه اللي كتفضلوا. فخديت كميه ديال الجبن كما كتشاهدوا. بالنسبه للكميه كتبقى على حسب السيجار اللي كميه السيجار اللي غادي تحضروا. وخديت كذلك شرائح ديك الرومي اللي قطعتها قطع صغيره، ضفت لها 3 حبات ديال الجبن المثلث، قليل من الفلفل الاسود، القليل من الملح والقليل من الهريسه على حسب الذوق. وكنضيفوا كذلك الاعشاب المنسمه اولا تضيفوا الزعتر، وكنضيفوا الجبن المبشور. كنخلطوا الحشوه ديالنا مزيان حتى كينسجموا لينا العناصر كما كتشاهدوا. عندي هنا ورقه الفيلو، اولا تاخذوا الورقه ديال البسطيله، فكناخذوا الورقه الفيلو كما كتشاهدوا. يعني كنسرحوها وكنقسموها كما كتشاهدوا. كنحاول نقسموها على 4 ديال الاجزاء. فبالنسبه اخواتي لورق الفيلو نتعاملوا معها غير باللطف، لان هي حساسه وكتدغيا كتقطع، ماشي بحال الورقه ديال البسطيله. فكما كيبان لكم اخواتي فقطعتها على 4 الاجزاء كما كتشاهدوا. فملي كنقطعوها كنحتفظوا بها في ديك البلاستيك ديالها باش ما تنشفش لينا، وكنخليوها حدانا يعني قريبه لينا باش كنخدموا بها. فكناخذوا الورقه ديالنا كما كتشاهدوا، ودائما كنغطيوها باش ما ديرش لنا ديك القشره، وكندهنوها مزيان زيت نباتيه. فكناخذوا الحشوه ديالنا كنوضعوها في الطرف، وكنلفوا الورقه ديالنا بهذه الطريقه اللي كتشاهدوا في الفيديو. وكنستمروا اخواتي بنفس الطريقه. فصدقوني هذه الحشوه كتجي لذيذه، فجربوا هذا السيجار وغيعجبكم ان شاء الله. فكندهنوا الورقه ديالنا، كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا السيجار ديالنا. فبعد ما كملناه كندهنوه بالزيت النباتيه كما كتشاهدوا اخواتي. وكندخلوه للفران اللي كيكون شاعل من الفوق ومن التحت. كنطيبوا السيجار ديالنا على 200 درجه حتى كيتحمر وكياخذ داك اللون الذهبي، وكنخرجوه كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو كما كتشاهدوا اخواتي. وكما كتسمعوا القرمشه ديالو كيجي رائع مقرمش، ديك الورقه الفيلو كتجي رائعه مقرمشه، والحشوه كتجي لذيذه. نتمنى انكم تجربوا الوصفه تعجبكم. اذا عجبتكم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم. في الاخير كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على التشجيع ديالكم، شكرا على المشاهده، والى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.